توكلنا على الله، ركبنا العربية وبدأت الرحلة على بلد جديدة، وأول محطة كانت الصلاة. صلينا الظهر والحمد لله. بعدها أنا وهشام كنا ماشيين، وفجأة هشام قال لي يا عم الجو نار، هنصور إزاي؟ قلت له استنى بس، في مطعم اسمه واحد الفيومي قبل أي تصوير لازم نضرب سندوتشات محترمة لأننا أصلا خارجين من غير فطار. بعد الأكل بقى بقينا جاهزين واتحركنا لأول بلد هنصور فيها. حضرتك عامل ايه؟ كله تمام؟ انا بشوفك على طول، متابعك على طول. ده شرف ليا متابعك والله حبيبي، ده شرف. انت جاي يعني المحافظه دي اخر حاجه؟ لا لسه بدري، ده برقش، انا متشوق جدا ان انا اصور في برقش. ايه الدنيا؟ قول لي اخش ازاي؟ هنا حضرتك دي المنزل الاولاني، منزل الكشك ده اشهر مكان في برايش، كشك عم على وراثه. من يوم ما اتولدنا واحنا لقينا الكشك ده موجود هنا كده، كل احتياجاتنا بنلاقيها في الكشك ده. معروفه البلد باسم كشك عم على الله. عملنا تصوير ومشي، وفجأة قابلت واحد صاحبي أحمد، صحاب من أيام ابتدائي. واحنا مكملين رايحين كده نصور مكان، المعلم أحمد أهو وقف لنا، خدنا معاه في الطريق، مروق مشغل متشوقة والدنيا جميلة، ربنا يحميه يا رب. بعدها الجو كان محتاج حاجة تسقع، لقينا عربية عصير، قلت لهشام تعالى نروق كده مع بعض. وهشام طبعا قرر يعمل سباق ويشوف مين هيخلص العصير الأول، بس والله العصير البرتقال عند الراجل ده كان يستاهل. إن الرحلة مع عم محمود في التوك توك واحنا بنتكلم عرفنا إنه من البراجيل، وجاي المشوار ده كله علشان يشتغل ويسعى على رزقه. ووعدته إن أروح له البراجيل وأصور معاه فيديو مخصوص، ولو حد من البراجيل بيتفرج علينا عرفنا بنفسك في الكومنتات. واخيرا وصلنا للمكان اللي جينا علشانه، لكن الفيديو ده هيبقى لوحده لانه عن سوق الجمال الوحيد في مصر، واستنوه لانه مليان مفاجآت كتير جدا. وبعدها صلينا العصر، والجامع هناك كان فيه هدوء وراحه نفسيه غير طبيعيه. خلصنا، لا طبعا ركبنا تروسيكل وكملنا على البلد اللي بعدها، واول ما وصلنا الاستقبال كان فوق الوصف. وشكرا للشباب اللي كانوا معانا، ولو عرفتوا اسم البلد دي من اللقطات اكتبوه في الكومنتات. حطينا خطه التصوير وحددنا الاماكن وانطلقنا. في اخر اليوم الراجل الجميل ده طلب صوره معانا، ووعدته انه يشوف نفسه في الفيديو، ودي كانت كواليس يوم كامل من التصوير. استنوا الفيديوهات الاصليه اللي صورناها في الاماكن دي، لان اللي جاي اقوى بكتير. سلام.